ازيكم؟ معكم ادري. حلقه جديده كده، وانا لبست لكم من طقم الحته اللي على الحبل اللي احنا هنسميه من هنا ورايح طقم عنق الزجاجه للكره المصريه. يلا بينا نبتدي الحلقه. هنتكلم على ايه النهارده؟ في حاجه مهمه بالنسبه لي شفتها. كابتن حلمي طولون والكابتن محسن صالح كل واحد فيهم طلع في برنامج على قناه فضائيه وطلع يبعبع. تعالوا نسمع البعبعه دي ونشوف قالوا ايه. البدايه مع الكابتن حلمي طولون اللي بدا. تمام. اول ما بدا كده بسم الله الرحمن الرحيم قال لك انا كنت بتسول الملاعب عشان المنتخب، وقلت كده مع ابراهيم فايق في البرنامج، وراح بعديها وزير الشباب والرياضه كلمني ومتضايق ويقول ازاي تقول كده. وبعديها قال لك اصل انا كنت عشان اروح العب في الملاعب بتاعه البلد اللي هي المفروض المنتخب يروح يلعب مجانا، كان بيقولوا لازم تدفع حضرتك فلوس الفلانيه. طب هو ده دوره؟ مش دوره. نقطه. قال لك انا ما كنتش اعرف ان في ماتشات، لما قالوا لي يمسك المنتخب ما كنتش اعرف ان في ماتشات في كاس الرابطه اللي هم مباراتين بيراميدز تحديدا. وقال لك انا كنت باني المنتخب فيه 8 لعيبه من فريق بيراميدز اللي المفروض هيبقى قاعد مريح في الفتره دي، واكتشفت القصه. وبناء عليه قلت يا جماعه كده مش هينفع. فراح هو واحمد حسن، يعني راح هو واحمد حسن وايمن حافظ الاداري بالمنتخب معاه. راحوا المسؤول من مسؤولين بيراميدز وقالوا لهم خلاص احنا عشان نحل الليله هناخد منكم 4 لعيبه بس، ولو انتوا هتروحوا ماتش فلامينجو هنرد لكم 2 ويفضل معانا 2. ما احنا ايه بنجبي على بعض بقى الدنيا ايه. يلا خد وهات بقى ونحاول نشوف لنا حل. الراجل بتاع بيراميدز قال له مشكورا تمام انا موافق زي الفل، بس على شرط تاجلوا لي المباراتين. كابتن حلمي قال له خلاص زي الفل دي عندنا يا باشا وبتاع المنتخب صاحب المنتخب ده حبيبي. كلم كابتن هنا ابو ريده، كلم وكابتن وزير الشباب والرياضه ان حد يحل يربط. مفيش. قال لك المدير بتاع اللي هو احمد دياب بتاع الرابطه رئيس الرابطه رفض، وقال لك كده بالحرف، قال لك الرابطه تعمدت الضرر بمنتخب مصر. كل ده على لسان كابتن حلمي طولون في اللقاء اللي موجود على القناه بتاعته، تقدروا تشوفوه من اللي انا بقوله، ما بقولش حاجه من عندي. بس وقال لك ان رئيس الرابطه قال لك ايه، قال لك ان الدوري اهم من منتخب مصر واهم من البطوله العربيه. قال لك كلمت انا ابو ريده تاني وكلمت الوزير ان حد يعمل حاجه، مفيش. فوق ده كله بقى النصيبة الكبيرة. قال لك انا اصلا محدش طالبني ان انا اروح انافس. قال لك احنا كنا رايحين بس عشان نمثل مصر، عشان ما ينفعش ان مصر تعتذر. تمام. قال لك اهم حاجة ان انا عشان بس ايه ما ينفعش، وعشان ما كانش يحصل لنا عقوبات، فانا على مضض رحت موافق. وعشان احنا ما كناش عارفين نعمل ايه، وعشان ما يقولوش ان احنا صرفنا فلوس كتير، جبت معايا مين؟ جبت كابتن احمد حسن الذي لم يتقاضى اجرا، وبشيد بيه وبشكره. وجبت معاه مين؟ كابتن عصام الحضري. حتى راح ساعتها مدحت شلبي رد عليه بضحك كده قال له بس اكيد عصام الحضري خد فلوس، ده ما ده منشار يعني ما بيفوتش. والراجل معلقش عليه. نيجي بقى لنقطة مهمة. لو تفتكروا في حلقة انا جبتها عن محمود فايز ان هو كان بيضحك جدا بعد خروج المنتخب وزي الفل، وابراهيم فايق كان متضايق. وتيكو هو ده الوش ان هو لازم لما يبتدي بقى في الاعلام يبين ان هو مكشر وكده عشان السبوبة، انما لما اتفضح على الهوا كان قاعد بيضحك وكده. حتى في ناس طلعت قالت لك احنا نعرفه معرفة شخصية وهو دي طبيعته دي على نفسه، انما في حاجة كارثة زي اللي حاصلة دي لا. المهم يعني كابتن مع ابراهيم فايق لما كان معاه محمود فايز ده مستضيفه، محمود فايز نفسه قال له احنا، لان هو كان شغال في هو شغال في الاتحاد طبعا. قال له احنا عرضنا على كابتن حلمي كل الامكانيات وهو رفض. تمام. كابتن حلمي بقى النهارده بيقول ايه؟ قال لك محلل الاداء الفني اللي كان معايا، انا كان في محلل اداء فني يا جماعه هو اللي بيقول كده، كان في محلل اداء فني راح مع كابتن اسامه نبيه وراح مع الكابتن احمد الكاس وانا طريقته واسلوبه مش عاجبني فرفضت ان هو يبقى معايا، فجبت محلل اداء انا شايف ان هو كويس. واللي كان مرشح لي المحلل دوت كابتن عماد نبيل، علاء نبيل وفتحي نصير، واحنا شايفين ان هو كويس جدا. ورحت قلت يا جماعه ده، فاستاذ محمود فايز اللي ماسك القسم ده قال لك لا وممنوع ومش ممنوع والقصه دي، ومع ذلك يقول اللي هو عايزه ده على نفسه. انا اخترت اللي انا عايزه واخدته معايا. ده ملخص كلام حلمي طولون في اللقاء التلفزيوني مع مدحت شلبي. هل ده كلام مسؤول؟ يعني بغض النظر بقى عن اي حاجه، هل ده كلام يعقل اللي اتقال ده كله؟ الهرتله اللي حاصله دي محدش قال له ان انت رايح تنافس، واصل احنا لازم ننافس عشان اسم مصر عشان ما ينزلش علينا عقوبات. بس اروح ويتمرمط سمعه مصر يتمسح بيها البلاط عادي جدا بالمستوى الخرا اللي احنا شفناه ده.
قال لك ان رئيس الرابطه ماشي كلامه على الكل، رئيس اتحاد الكره المصري وعلى وزير الشباب والرياضه، وهو اللي عندي كده ومش اللي عندي كده. على النقطه دي هنرد على في الكلام اللي جابه بعد كده كابتن محسن صالح. ده قصه تانية لوحدها. بصوا انا قعدت اتفرجت على اللقاءين، ملخص قد ايه، انا قاعد عمال اكتب ملخصات. كابتن محسن صالح لوحده ليه 3 ورقات، يعني كان حلمي طولون لقاءه كان قليل، ورقه واحده. فده الفيديو الخاص بحلمي طولون. كملوا معايا، يعني هنكمل شويه في كابتن محسن، وهنعمل لا استنوا بقى الفيديو التاني بتاع كابتن محسن عشان ايه نربط الليله كده. تابعوا الجزء التاني ضروري.